مستوى الكرة المصرية رايح في داهية بصراحة يعني امبارح النادي الأهلي، النهارده نادي الزمالك، يمكن هو اللي مشرف الكرة لغاية دلوقتي في مصر هو بيراميدز، كأداء وكلاعب الكورة وكنتائج إيجابية عالية. ولكن الأهلي والزمالك بصراحة إيدك منهم والأرض الاتنين بس النهارده اللوم كله على باسيرو النهارده. يعني انا مش عارف الناس دي، امبارح الاهلي كمدرب كولر والنهارده باسيرو، انتوا الفرق دي ما بتتفرجوش عليها؟ يعني الفرق اللي انتوا رايحين تلعبوها دي ما بتتفرجوش عليها عشان تقدر تحط تشكيل انك يكسبك بره الملعب؟ واحده يعني كل انديه العالم وكل فرق العالم دلوقتي بقى تلعب بره زي جوه، بل بره دلوقتي ان بيلعبوا احسن مما بيلعبوا جوه على ملاعبهم. فالناس دي ما بتتفرجش، يعني المدربين دولت ما بيتفرجوش على الفرقه دي، ما بيجيلهمش شرايط مثلا ويشوفوا اللعيبه بتاعت المنافس، تحركاتهم، مين اخطر واحد، بيلعبوا ازاي بيضغطوا من قدام ولا بيضغطوا من نص الملعب ولا بيعملوا زون ديفنس ولا الخطه بتاعتهم دفاعيه بحته. فانا بصراحه يعني محتار. باسيرو النهارده شوط ونص ولا لغايه الدقيقه 70 وهو مش في المباراه خالص، وفرقه عاديه جدا وفرقه تكسبها باقل مجهود. يعني انت خايف من ايه؟ يعني يا عم ماشي، خايف الشوط الاولاني، طب ما انت شفتها الشوط الاولاني فرقه بتلعب اللعب اللي هو الاستهلاكي، اللي هم فرحانين ان بيلعبوا ضد فرقه ليها تاريخ وليها اسم وليها كيان في الكره الافريقيه. ماشي، بس انت استغل الحته دي وتنزل تخطفهم في اول ربع ساعه تلت ساعه. عديت شوط كده بلا ملامح، ما ضيعتش فرصه، ما رحتش على الجول، لا انت ولا هم، بس هم معذورين، ده اول مره يلعبوا في البطوله دي. طب انت بالامكانيات والخبره وخبرات لعيبتك وكل الكلام ده، فعدى شوط وبعد كده لغايه الدقيقه 70 وانت نايم في العسل نوم، وانت فرحان بالتعادل؟ يعني فرقه زي دي لما انت شفتها قليله قوي ومفيش منها اي خطوره ومفيش فيها لعيب مميز ومفيش طريقه لعب بيلعبوا بيها، كل اللي بيلعبوا ان انت بيمسكوا كوره ويلعبوها لورا، ينقلوها ورا مرتين ثلاثه اربعه وبعد كده طويله تروح للديفنس اللي انت بتلعب بثلاثه ورا. ماشي يا عم العب بثلاثه، بس انت لما شفت الفرقه دي غير بقى من التكتيك بقى يا عمي. يعني لغايه الدقيقه 70 وانت مالكش اي تواجد، وطول الماتش هي فرصه ناصر منسي لما نزل، هي دي اللي جول، الفرصه الوحيده في ال90 دقيقه. طب انت ازاي يعني مثلا تخلي واحد زي الجزيري ده يلعب 70 دقيقه وعندك واحد زي ناصر منسي طالما ان هو جاهز ما بتدلوش ده شوط وده شوط؟ ما علينا. ويمكن في شك في ضربة جزاء لمصطفى شلبي، بس انا ما اعرفش الفار ما حسبهاش ليه او ما رجعهاش ليه، وحتى لما رجعت في ايد المدافع يعني خبطه جامد في مصطفى شلبي. فانا مش عارف يعني هو الفار كان نايم ولا. المهم، فانت ضيعت فوز سهل قوي يا باسيرو. شكل الفرقه وحش قوي. تحديدا الشوط الاولاني بصراحه يسد النفس، يعني فرقه مستسلمه تماما. ده الفرقه الثانيه لو شدت حيلها شويه، لو في عندها لعيب مميز كانت كسبت، والله كانت كسبت لو في لعيب مميز. ده ما فيش خطوره وكوره كده اتلعبكت لولا ان محمد عواد جت لقاها في ايده في الشوط الاولاني كده، ما اعرفش كانت بتتعمل بالعرض قلشت مش عارف من مين وعدت من مين، عواد بيعمل كده لقاها. الشوط الثاني هي بس الكوره اللي هي بتاعت ناصر منسي وهو فرحان بالتعادل، هو ضيع فوز سهل. فانا مش عارف المدربين دولت انتوا ما بتتفرجوش على الفرق اللي انتوا بتلعبوها وبتعتمدوا على ان انت لما تيجي هنا والجماهير وحكم يجاملنا وحكم يدينا ضربة جزاء ونسيبها على ربنا وعلى الله يعني.
بصراحه حاجه تحزن بجد، حاجه تحزن. بص امبارح بيراميدز امبارح، وعايز اقول حاجه بقى للكابتن حسام حسن. انتوا قلتوا ان ابراهيم عادل مصاب. طب انت لاعب اخر مباراه اللي هي مع سيراليون يوم الثلاث. ابراهيم عادل امبارح لعب، عمل الجون الثاني وجايب الجون الثالث وجايب الجون الرابع. كان مصاب فين ده؟ ده كان مصاب فين؟ ولا انت بتوسع لتريزيجيه والمرموش؟ ده بس سؤال للكابتن حسام. ايه رايك في محمد شحاته النهارده اللي هو نجم المباراه؟ ايه رايك في حسام عبد المجيد؟ يعني بص امبارح على رامي ربيعه في المباراه وانت اديته الماتشين، وبص النهارده على حسام عبد المجيد في المباراه وما لعبتوش الماتشين. بص على محمد شحاته انت بتنزله في الدقيقه مش عارف حاجه و80 في الماتشين. بص النهارده هو نجم المباراه، ما تديله يا عم. ولا هي بقى لون الفانيلا على اسم النادي على في ايه؟ ولا انت مفروض اللي بيلعب كويس بتديله؟ فسؤال حسام عبد المجيد ومحمد شحاته وابراهيم عادل، وتحديدا بقى ابراهيم عادل. يعني ابراهيم عادل طلعته ان هو مصاب، طب كان الاصابه ايه؟ طب ما لعب امبارح 90 دقيقه، لعب 90 دقيقه، عمل الجون الثاني وجايب الجون الثالث وجايب الجون الرابع. يبقى الاصابه بتاعته كانت ايه؟ سياسيه ولا تكتيكيه ولا توسعيه، ان انت بتوسع لناس عشان مش عايز تلعب؟ على العموم النهارده الزمالك خسر فوز مستحق. لو الراجل اللي قاعد بره ده كان طمع في المباراه من الشوط الثاني، لو طمع من المباراه ونزل ناصر ماهر وناصر منسي وكان غير النتيجه، لان فرقه على باب الله بصراحه، يعني فرقه قليله قوي. وامبارح كانت فرقه قليله قوي، بس امبارح فرقه جايه بتلعب بتكتيك ان هي ما تخسرش. فدي العذر